فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد، واضغط لايك للفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يبدو أن الإعلام الإسباني شغله الشاغل اليوم هو المغرب وعودة العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية المغربية، ومدى إمكانية استفادة المغرب من إسرائيل في العديد من المجالات خصوصا العسكرية. فلا يمر يوم إلا وتخرج علينا صحيفة إسبانيا بخبر عسكري يخص المغرب. فقد خرجت إحدى الصحف اليوم وهي دياريو 16 الإسبانية بخبر نزل على الإسبان كقطعة ثلج، وخلف رعبا في الطبقات السياسية والعسكرية من مدى صحة المقال، حيث كتبت الصحيفة المذكورة عن قرب حصول المغرب على السلاح النووي من إسرائيل. يا سلام! لكن الأمر الغريب هو أن هذه الصحف أصبحت تتحدث عن المغرب باستمرار وعن صفقاته العسكرية القوية دون الرجوع إلى حساسية العلاقة بين الرباط وتل أبيب. فلا يمكن لأي عاقل أن يصدق أن إسرائيل يمكن أن تعطي التكنولوجيا النووية المتطورة إلى بلد إسلامي كيفما كانت مكانته عندها. فالمغرب دولة إسلامية، أي منطقيا فهي ضد إسرائيل وتشكل خطرا على وجود إسرائيل حسب الاعتقاد الإسرائيلي نفسه، وهذا سبب كافي لعدم إعطاء المغرب السلاح النووي. أما إذا كانت الصحيفة تقصد في مقالها القوة النووية التي تستعمل في المجال المدني فهذا شأن آخر، وهو أمر مسموح به ولا يشكل خطرا على أي أحد حتى إسرائيل نفسها. أما القوة النووية ذات الاستعمال العسكري فهذا أمر مستبعد تماما، إن لم نقل مستحيل، لأن الدول العظمى لن تسمح بذلك أصلا. فمنذ التطبيع المغربي الإسرائيلي أصبح المغرب يشكل للإسبان هاجسا كما هو الحال للجار الجزائر. للأسف هذا الأمر سيجعل العلاقة الإسبانية المغربية تعود للجمود. فبعد مشكل الصحراء ومشكل سبتة ومليليا ظهر مشكل آخر، وهو نقل التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية للمغرب والسلاح النووي. فأتمنى أن تعود إسبانيا إلى رشدها وتفهم وتقتنع بأن المغرب الآن لا يفكر أصلا فيها، لأن شغله الشاغل الآن هو كسب المزيد من التأييد لقضيته الأولى وهي الصحراء المغربية.